اللي فات مات. هو ده المثل بتاعنا النهارده. هاتوا قهوتكم وتعالوا. اوكي، اللي فات مات. ليه بقى بنقول كده؟ ليه بنقول اللي فات مات؟ هو اللي فات ده من الواضح ان هو حاجه وحشه. مبدئيا بنقوله على ايه يعني احنا عايزين نقول كده على ايه؟ على مثلا علاقه فاشله مثلا. ايوه، او غلطه احنا عملناها عايزين ننساها لان احنا عمالين نفتكر فيها فنقول لا فات مات يا جماعه. خلاص. لا، مين اللي بيقول؟ مش كل الناس. ما احنا عايزين نتكلم بقى ان يعني هو المثل ده حلو. احنا عايزين ننسى الحاجات الغلط اللي احنا عملناها. ليه بقى؟ ليه عايزين نعمل ده؟ علشان او الاختيارات الغلط اللي احنا خدناها. ليه يا سوسي؟ قولي لنا ليه ننسى اللي فات؟ انا عامه بنسى. انا عن نفسي بنسى. ليه بقى؟ ليه؟ انا لا انظر لورا يعني بنسى عامه. اوكي، فبنسى الحلو وبنسى الوحش وبتلاقيني لا ما تنسيش الحلو. لا ما تهزريش. لا انت قلقانه من حاجه؟ لا خالص. عشان الكريدت بس. لا يعني عايزين ننسى علشان ما نقعدش نعيش في المشكله وما نتحركش. انت لو فضلتي قاعده في المشكله دي عمرك ما هتتحركي، بتبوظي الوقتك الحاضر واللي جاي. صح، انك عايشه في وقت معين مش عايزه تتحركي عنه، فلازم العجله تمشي. سبيشلي ان الموقف وخلص خلاص. يعني مفيش حاجه نقدر نعملها. يعني لو في حاجه الواحد يقدر يعملها ما يعملها ويصلح الدنيا. بس لو في حاجه حصلت وما نقدرش نعمل فيها حاجه توليت خلاص. لازم نمشي لقدام وننسى اللي عدى بقى. بس دايما في فرق ما بين ان انت تتعلمي من الموقف ومن ان انت تفضلي تعيشي فيه وتجددي تأنبي نفسك وتأنبي وتجلدي ذاتك وتهري. يا ريتني كنت عملت كده. تصحي وتنامي وتفكري في الموضوع. يا ريتني دي باشا المفروض ارد واقول يا ريتني. بس دي في الحاجات البسيطه. يعني احنا اصلا عايزين نتكلم في اللي فات مات على الحاجات الجامده اللي بتحصل، اللي بتاثر يعني في ناس فينا. بتحصل لهم تجارب جامده زي مثلا حد يدخل السجن مثلا، بتبقى وصمه عار مثلا ان ده حصل كذا. لا احنا عايزين نعدي الحته دي خلاص. دي تجربه كانت متعبه احنا بس اتعلمنا منها وخلاص نحطها ورانا. او مثلا حد دخل شركه وخسر كل فلوسه، ما يقعدش بقى يقول لا انا فاشل انا ويحط لنفسه ليبل لانه هو فاشل ويفكر في نفسه انه فاشل فاحنا عايزين لا وانا حياتي خلاص خلصت كده وقفت على كده. المشكله كمان بتكون في الناس. ساعات الشخص نفسه بيبقى عايز يعمل حاجه وعايز يموف اون، بس الناس تفضل تقول له بقى وانت الله مش انت اللي مش انت اللي عامل الموضوع ده ولا ايه؟ العجمي او شقه اسكندريه. مش عارفه ايه موضوع شقه اسكندريه دي. مش عارفه كانوا في ايه في اسكندريه. اسكندريه مش سهله. ايام زمان بس يعني الناس كمان مش بتساعد. الناس مش بتبقى ايشيو في الموضوع. بس احنا عايزين نتكلم عن نفسنا احنا، لان الناس مش هنقدر نتحكم فيهم. لا نقدر. لا وين نبعد بقى. مش هنقدر. انا بقول لك مش فاكره انك تقدري بس سوري you have zero control على ايوه sometimes yes but sometimes no. لا انت تقدري ان انت تبعدي عن الناس بس ما تقدريش تتحكمي فيهم. هم يقولوا لا ما مش هنقدر نتحكم فيهم طبعا. بس يعني الناس افويد بقى ممكن ده برضه الناس المؤذيه ده برضه انت مش هم هيقولوا او يعملوا خلاص مش مشكله. احنا بقى ازاي نفكر بطريقه بوزيتيف، ازاي فعلا ننسى القديم ونمشي لقدام. نحط هدف جديد. دي بتبقى حلوه دي. دايما لو واحد حط لنفسه هدف جديد يبتدي مثلا اي حاجه جديده بتاخد تفكيرك وطاقتك وكده. يعني مثلا واحده طلعت مثلا من خطوبه او زواج مثلا ما مشي، جواز ما مشيش، تشتغل على نفسها بقى. يعني تروح جيم مثلا، تاخد كورسات، اهتمام بالنفس. يبقى ممكن غير الهدف كمان ممكن يبقى دي حاجه صعبه على ناس كتير. بس فكره ان الشخص يخلي نفسه يبقى بيزي ومشغول بحاجات كتير، يعني حتى لو حاجات صغيره بس كتير، دي لوحدها بتلهي من التفكير وبتلهي في حاجات بتبقى مور يعني بوزيتيف. بس مهم تبقى للبناء فيها دي تبقى للبناء. يعني انت طالع دلوقتي من مشكله وحاجه كبيره حصلت في حياتك عملت لك ازمه ومشكله،
وقللت من سوري معلش لا. قللت من ثقتك في نفسك. بالظبط. فاحنا محتاجين بقى الحاجات الصغيره نشغل بيها نفسنا دي، ان احنا نبني نفسنا، نبني ثقتنا بنفسنا، ناخد كورس، ممكن نبتدي نشوف ثيرابيست برضو يساعدنا نفسيا. ده لو الموضوع مؤذي يا سوسي دينا بلح وفرحينا. ممكن ايه تاني؟ ممكن نبتدي نزود دايره معارفنا، ان احنا نتعرف على ناس جديده او نقللها لو في ناس مؤذيه نمينيمايز. كواليتي كواليتي، انا كواليتي بيرسون نوت كوانتيتي بيرسون. لا حلو. لا بس انت برضو عايزه تقولي ان ما نقعدش مثلا ليتس سي ان هي كانت علاقه مثلا اصحاب وقطعوا مع بعض مثلا، ما اقعدش انا بقى ايه في صداقات وبتنتهي. على فكره البلح ما فيهوش بذر وزر. ثانك يو. حلوه قوي. عماله بفتحها عشان اضل على البذر. في مكلفين. بس عايزه اقول ان لما حد اصحاب مثلا ويقطعوا مع بعض ما تقعديش بقى ايه تحاولي تعرفي اخبارها. ايوه دي بتبقى متعبه. وبرده في الخطوبه نفس الكلام. والجواز ما تخشيش بقى كل اي علاقه عملها بيعمل ايه الناس دي بتعمل ايه، وتقعدي تتعبي نفسك بقى. احسن حاجه بلوك بلوك بلوك. دي ياسمين معروفه. لا اسمها الشربيني. صح رضوى الشربيني. ايوه رضوى الشربيني. قال لك بلوك بلوك بلوك. والله كان عندها حق. فولو بس الناس زعلانه منها. بس بلوك ونعمل اصل انت برضه لما تعملي بلوك تبيني ان انت ايه مش مهم التانيين يحسوا بايه او يشوفوا ايه. whatever makes you feel more comfortable. يعني ركزي على نفسك، ركزي على الناس اللي انت مثلا المفروض تاخدي بالك منهم، نفسيتك، كل حاجه، لان انت دلوقتي طالعه من مشكله ومحتاجه انت تهتمي بنفسك. مش مهم بقى الناس دلوقتي، المهم اللي يريحك. يعني طبعا الناس مهمه وكل حاجه، بس في اللحظه دي اللي الشخص فيها طالع من مشكله يركز على نفسه. ايوه حلو ده. ما نبصش على الناس التانية بتعمل ايه، او الشخص اللي احنا سيبناه بيعمل ايه، او اللي سابنا بيعمل ايه. ونهتم بنفسنا. ايه تاني نزود دايره معارفنا برضو قلناها. الحاجات بقى الجديده اللي نتعلمها، اي حاجه جديده هنتعلمها سواء في شغل سواء في حاجات تفيدنا من تجربه. لا نتعلم حاجه جديده completely different. يعني مثلا لو انا تخصصي في حاجه اروح اخد كورس مثلا في حاجه، خد كورس فرنساوي معروف. خد اي حاجه بقى جديده ممكن تساعد في ان الواحد يقدر يحسن من وضعه مثلا يحسن من صحته. اي حاجه هتفيدني وهتعود عليا بمصلحه، لان دي هتاثر جدا بقى في نفسيتي. يعني دي هتاثر قوي. سافر، طب مش شجره سافر. السفر على فكره من الحاجات اللي بتعمل ريستارت جامد جدا، زي الشوبينج بالظبط. يعني بيعمل ده لحظي الشوبينج ده. السفر اول ما بتحطيهم في الدولاب خلاص كده بس خلاص. ده ساعات لما بتروحي البيت بتحطي الكيس جنب الباب وما بتطلعيش حاجه. ايوه صح. بس لا نسافر معلش. بس على فكره بقى الجزم سبيسيفيكلي بتفرق في النفسيه جامد جدا. ما اعرفش ليه، يمكن انا بس يمكن لو بس اكتر من الهدوم. لا بس صحيح يعني للستات ما اعرفش، انا بحس ان يعني موضوع الجزم ده بيفرق قوي، بيفرق كده في اكتر من اي حاجه في الشوبينج سبيسيفيكلي يعني. بس كمان في الكورسات ديت ان احنا تغيري الهدف، يعني تبقى حاجه ممكن برضو تغيري اللغه، تتعلمي مثلا موهبه جديده، يعني الرسم والارت عامه بيهيل. الفخار سمعت انه بيشتغل حلو برضه في الحاجات دي. الفخار مش عارفه ليه، بس عشان حاجه بتتعمل بالايدين في فن، حاجات اللي فيها فن. ايوه اي حاجه فيها فن بتبقى حلوه. في ناس بتتعلم ميوزك تعزف جيتار وحاجات زي كده. صح. انت قلتي كده من عامه يعني حاجه زي كده. يس واحده على فكره ده مهم. صح، ده واحده دي مهمه. لان اي هيلينج او اي يعني حاجه محتاجه وقت. صح. فندي لنفسنا وقت، مش نقعد بقى نقول ايه ده احنا لازم دلوقتي ننسى الشخص ده، او دلوقتي لازم نعمل بيزنس جديد، او دلوقتي لازم الناس اللي حوالينا تبص لنا بصه تانية. لا، طب ما انت لما تبقى مثلا طالع من مشكله كبيره او وصمه، حاجه زي مثلا واحد طلع من السجن، ما هو ممكن يقف على رجله ويعمل مشروع وكده، والناس تبص له باحترام وريسبكت. ان هو غير يبني نفسه من جديد. سبيشلي لو راح في حته ما حدش يعرفه. الادمان ده برضو بيعمل وصمه جامده جدا وبيتعب العيله نفسها، بيبقوا مش عارفين يواجهوا الناس او مش عارفه ايه. طب ما انت لا، سيبكم من الناس وركزوا على نفسكم، وانتوا لما تركزوا على نفسكم الناس هتبص لكم حلو. شوفوا انتوا عملتوا ازاي، طلعتوا من المشكله دي ازاي، كان فين وبقى فين. يس
ندي نفسنا فتره ان احنا نريكفر. دي مهمه، لان الاحباط يعني لو انت يعني عايزه بقى تشتغلي على نفسك دلوقتي حالا وبسرعه وكده وما حصلش هتحبطي. فاعملي حسابك ان الموضوع مش انستنتلي، الموضوع أيوة. بياخد وقت. زي ايه يا ولاد؟ زي الدايت. كنت لسه هقول. برافو عليك. الدايت بياخد وقت، وبيبقى فيه دايما ايه يعني بنرجع نلاقي نفسنا تخنا، نحاول تاني. لا اللي هو انا عملت يومين، بقالي يومين قطعه بص على الميزان. لا يبقى الكونسيستنسي. لازم نكمل ودونت رش الريزلتس. نكمل. يعني وتكملي ريجاردلس بالظبط النتيجه ظهرت على طول او لا. المهم ان احنا نكمل عشان احنا عارفين ان هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده الصح، التارجت البعيد. بالظبط، لان ده صحتنا وده نفسيتنا وكل حاجه يعني. حماها الله الله الله. احنا نسامح نفسنا على الاخطاء اللي احنا عملناها. اتس اوكي ان احنا نغلط، احنا بني ادمين وبنغلط ونقدر يعني نبقى شخص احسن. حتى لو الغلط ده يعني مثلا يعني مش بس ما هو السجن وادمان، ده مورالز برضه، قيم ومبادئ احنا اتنازلنا عنها في فتره. لا احنا برضو نسامح نفسنا لان احنا بنغلط. نرجع تاني ونحاول تاني وايه المشكله؟ احنا عايشين عشان نتعلم وعشان نحسن من نفسنا. ولو ما لقيناش حد يقول لنا اتس اوكي احنا نقولها لنفسنا. بالظبط. على فكره احنا لازم دايما احنا اللي نطبطب على نفسنا. يعني على فكره احنا بنعلم العيال كده في المدرسه. بجد؟ give yourself tap. بجد؟ على فكره انا بعمل كده. لا انت بتعملي كده مع كل الناس يا سوسي. بقول كده. بتطبطبي على نفسك. لا معروفه اتس اوكي يا سوسي. اتس اوكي يا سوسي دي مشهوره. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ده انا اتعلمت الاتس اوكي ده من سوسي. ايوه لا اتس اوكي سوسي دي معروفه، ده انا يعني بحبها، بحب اسمعها. اتس اوكي يا سوسي، ودلع سوسي بجد. يا نهار ابيض. لا انا عايزه اتعلم بقى ادلع نفسي. لا يلا نبتدي. اتس اوكي ناردي. انا ايه بتقولي ايه؟ بس يعني انا كذا كده اللي هي بتبقى لابسه حاجات. انت حلوه، انت شيك حتى لو مش شيك، انت شيك. ايوه اللي فات مات. ماشي يا جماعه، يلا كان دوي. احلى كوبايه قهوه دي ولا ايه؟